السلام عليكم الحباب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غندير واحد التحليه اللي كنحتاجوها بزاف. كنبغيو نصايبوها في هذا الشهر الفضيل اللي قرب يدخل علينا. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وراحه البال والرزق وباش ما كتمناو ان شاء الله. هذه التحليه كتجي منعشه بالبرتقال، كتشبه المهلبيه، هي بحال المهلبيه، نقدروا نقولوا مهلبيه بالبرتقال مهلبيه بالفاني. بالنسبه فيها جوج طبقات. بالنسبه للطبقه الاولى عندنا نصف لتر حليب، 2 معالق سنيده، 2 معالق نشا، شويه من زهره البرتقال هذه ساشي، وشويه من الفاني. وبالنسبه للطبقه الثانيه ربع لتر ديال عصير البرتقال، 2 معالق. انا جمعت كاع المكونات في حاجه وحده. 2 معالق ديال السنيده، ملعقه ونصف ديال النشا الذره او مايزينا، وزهره البرتقال ساشي، وشويه الفاني. نمروا ان شاء الله دابا لطريقه التحضير. بالنسبه للطبقه الاولى غناخذوا هاد الكاسرول، غادا نديروا فيها الحليب، نضيفوا عليه 2 معالق ديال السنيده او سكر حبيبات، 2 معالق، 2 معالق نشا، شويه لافاني، شويه خليو نصف عصير البرتقال، وهذيك الساشي ديال زهره البرتقال. نذوبوا هاد العناصر الناشفه في الحليب حتى تذوب معنا مزيان. وهي كتذوب، ها هي ذابت. دابا غادا نمروا غادا نحطوه فوق النار ونبقاو نحركوا فيه حتى يقاد. صافي الكريمه هي عقدات معانا، صافي نزولوها فوق النار دابا نديروها في الجبيبنات تاعنا الزليفات مباشره فوق النار. خدنا واحد الزليفات، ها هما عندنا، اللي عندكم كويسات ولا زليفات اللي كنديروها قبل ما تعقد، كنديروها في زليفات. كنديروا الطبقه الاولى، صافي. دابا غنخليو هذا حتى يبردوا جيدا، عاد نصايبوا الطبقه الثانيه. ما نصايبوهاش دابا وباقي ما بردوش هادو، حيت كتعقد معنا ما غتجيناش فوق هادو غنخليهم حتى يبردوا ونتلاقاو باش نديروا الطبقه الثانيه. بعد ما بردات معنا الطبقه الاولى، هي خليناها حدانا. دابا غنحضروا الطبقه الثانيه اللي فيها عصير البرتقال. نصبوا عصير البرتقال في كاسرول، نزيدوا عليها عاوتاني 2 معالق ونصف ديال النشا، 2 معالق سكر، ديك شويه لافاني اللي بقات، وساشي ديال الزهر او زهره البرتقال. خلطوا العناصر حتى تنسجم، حتى تذوب هذيك النشا، هذاك الليمون او البرتقال. صافي دابا غنحطها حتى هي فوق النار حتى تعقد معايا بحال الاولى، ونصبها فوق الخليط الاول. وضعناها فوق النار، هو عقد معانا، بقينا كنحركوه حتى عقد، حتى هو ما نتخلوش على التحراك. صافي دابا نطفيو عليه النار ونضيفوه فوق الخليط الاول الابيض ديال لافاني. هذا راه برد معانا، دابا نكبو فوق منه الخليط. هاي طبقه، صافي ونخليهم حتى يبردوا مزيان وندوزو ان شاء الله للتزيين. بعد ما بردت ليا التحليه ديالي، ديك الطبقه الاولى والطبقه الثانيه، عندي واحد شويه لاشونتيي شات ليا من ديك الحلوه ديال الرولي اللي درت، وشويه عنب الاحمر جاف، وهذا داك البسكويت سيجار ديال الدراري قطعته كمربعات، وشويه اللوز كونكاسي.
غنزين بهم. لا عندكم زينوا بها، انا غير عندي هادشي نزيد. انا درت في واحد البوش. دابا غادي ندير واحد التزيين بسيط. صافي نزين داك العنب، نحطو غير هكا. باش يعطينا داك اللون الاحمر، يهرس لينا شويه ديك الصفوره. نزينو بهادو تا هما سيجار. كل امرأة تعرف تزين راسها، دير التزيين اللي بغات. صافي نزيدو بشويه اللوز في كونكاسي هكا شويه، غير واحد الرشه. صافي كنكونوا سالينا التحليه ديال اليوم. كتجي على هذا الشكل منعشه. بالنسبه للشهر كي قلت لكم شهر الفضيل راه مزيانه ليه، كتعطيك واحد الانتعاش في الاكل ديالها. بعد ما كنديروا داك الفطور شويه كيكونوا فيه بزاف التشهيوات، هي كتجي زوينه هكا مورا العشاء ولا في السحور، كتجي زوينه. هادوك الطبقات كيبانوا فيها زويونين، شوفوا كيفانوا زوينين مع داك التزيين اللي درنا لها البسيط. كتجي رائعه في المنظر وفي المذاق حتى هو روعه. ومنعشه. وبهذه التحليه ديال اليوم كنكونوا سالينا الفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء. اللهم يسر.